ما زرع الله فيك رغبة الوصول لأمر معين إلا لأنه يعلم أنك قادر. جملة تبان عادية، لكن لو فهمتها حياتك هتتغير 180 درجة، لأن الجملة دي بعد ما تفهمها هتحس إنها بتشحنك كل مرة بتسمعها أو بتقراها، وهتخليك توصل لهدفك مهما يحصل. تعال نحاول نفهم الموضوع مع بعض. مين اللي خلقنا وعارف أقدارنا كلها؟ ربنا. طيب مين اللي بيلهمنا الأفكار الحلوة أو بيرزقنا الرؤية اللي بنشوفها وتبقى بالنسبة لنا حلم؟ ربنا. وربنا مش هيرزقك بحاجة عشان يعذبك بيها، ربنا أحن عليك من نفسك. فالفكرة اللي ربنا بيديها لك أو الرؤية اللي بيخليك تشوفها وتكون بالنسبة لك هي دي الحلم اللي بيطاردك ونفسك توصل له، دي حاجة ربنا بعتها لك عشان يقول لك أنا شايل لك إيه. هتقول لي طب ليه ربنا بيرزقني بالنهاية بس وما بيقوليش الطريق؟ ما يديني النهاية ويديني الطريق ونمشي خطوة خطوة ونوصل. هقول لك في حكمة في إن ربنا بيوري لك النهاية بس، لأنه لو وري لك الطريق مش هتوصل، هتتخلى عن حلمك وهتتخلى عن النهاية اللي المفروض توصل لها. تقول لي إزاي يعني؟ هقول لك إزاي. ليه في قصة سيدنا يوسف ليه ربنا ورى له النهاية بس ما ورالوش الطريق؟ سيدنا يوسف لما حكى الرؤيا لأبوه سيدنا يعقوب قال له إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما أحلمش بحاجة تاني، أنا قاعد وشفت إن في 11 كوكب والشمس والقمر ساجدين ليا. أنا هكون فين؟ معرفش. أنا وصلت للمكان ده إزاي؟ معرفش. ما كانش ينفع سيدنا يوسف يشوف الحاجات اللي هتحصل فيه عشان يوصل للمكان ده، لأنه كده كانت هتجيله رهبة. أنا مش بقول إن إحنا زي الأنبياء، بس ربنا جاب القصص دي في القرآن عشان نتعلم منها. فلازم تكون عارف إن من حكمة ربنا والخير لك أصلا إنك تشوف النهاية بس اللي تسعى ليها وتمشي ناحيتها، وما تشوفش الطريق ولا تشوف عقبات الطريق، لأنك لو شفت العقبات اللي هتعدي عليها قبل ما توصل لحلمك هتقول مش عايز الحلم ده. مهما حاول معاك ومهما أي حد يحاول معاك، يا ابني ده أنت هتوصل تبقى في المكان اللي أنت نفسك فيها وتحقق الهدف اللي بتتمناه، بس يا دوب هتعدي كم عقبة كده. لا، ده عقبات، دي بلاوي سودة. عقبات ايه؟ لازم تمشي وانت مش عارف ايه اللي هيحصل، لازم تمشي اللي يحصل معاك يحصل بتعدي منه. ولازم اطمنك كمان، ربنا بيقول في القرآن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اطمن، الهدف اللي ربنا رزقك بيه او الرؤية اللي وراها لك انت لو مش قادر توصل لها او لو مش قدها ما كانتش هتجيلك انت، كانت هتروح لشخص تاني قدها. العقبات اللي بتظهر في حياتك وبتعدي عليها انت لو مش قدها ما كانتش هتظهر لك انت، كانت هتروح لحد تاني قد العقبات دي. ربنا لما بيلهمك بالرؤية بتاعتك هو بيطمنك، بيقول لك انا برسم لك خطة توصلك للمكان الفلاني. المطلوب منك ايه؟ المطلوب منك انك تسعى وتمشي ناحية الوجهة اللي ربنا عاملها لك. وعشان تكون عارف كل واحد له رؤية مختلفة. انت ممكن نفسك تبقى لاعب كورة، اخوك اللي متربي معاك في نفس البيت ممكن نفسه يطلع دكتور، اختك نفسها تبقى مهندسة. كل واحد ليه رؤية مختلفة، لان ربنا عارف قدراتنا وعارف احنا نقدر نوصل لايه واحنا هنستحمل ايه. انت يمكن حاسس دلوقتي ان الدنيا بايظة او ان العك اللي انت فيه ده عمره ما هيوصلك لحاجة تفرحك، بس عشان اطمنك الطرق الصح دايما في بدايتها بتكون صعبة ومليانة عقبات ومليانة لخبطة لدرجة تحسسك انها الطريق الغلط، والعكس تماما. الطريق الغلط بيكون في بدايته جميل ولذيذ ويحسسك انك ماشي صح. بس احنا اللي يهمنا هنا الطريق ولا النهاية؟ انت يهمك الوجهة الصح او الرؤية اللي انت عايز توصل لها، فلازم تتحمل عقبات الطريق ولازم تشوف الصعب، ومفيش حل بيدوم، لا الصعب بيفضل صعب ولا السهل بيفضل سهل. على فكرة أنا مش بقوم بدور الواعظ ولا بنصحك خلاص، أنا زيك، حياتي ملخبطة، أوقات بتوه، أوقات بحس إن أنا ضايع مش عارف أصلا أنا هوصل اللي أنا عايزه ولا لأ. بس كل ما أفتكر الجملة دي ما زرع الله فيك رغبة الوصول لأمر معين إلا لأنه يعلم أنك قادر، كل ما أفتكر الجملة دي بحس إنها بتشحنني من جديد. لا، ربنا رزقني بحلم معين، رزقني أنا مخصوص ليه بالحلم ده عشان عارف إن أنا هوصل له. طيب ليه حياتي مليانة لخبطة وعقبات ومفروض أعدي كل ده؟ عشان تتأهل إنك توصل لحلمك. العقبات دي ما هي إلا تأهيل. أنت صدقني لو أنت مشيت في طريق سهل ووصلت للنهاية بتاعته وتحس إنك ما عملتش حاجة. يعني إيه أنا مشيت في طريق سهل ووصلت لنهاية عادية جدا سهلة، لكن الطريق الصعب اللي مليان عقبات بيوصلك لنهاية عمر ما حد غيرك وصل لها.
لان محدش شاف اللي انت شفته ولا حد عاش اللي انت عشته. اطمن وخليك عارف ان ربنا كاتب لك الخير وكاتب لك النجاح، وربنا هيحقق لك كل اللي بتتمناه، وان الخير جاي. بس انت استنى واعمل اللي عليك وامشي. ما تقفش مكانك وتقول انا مش عارف اعمل ايه. انا بقول لك اهو امشي. امشي فين؟ اروح فين؟ امشي. زي حزلقوم لما سأل استاذ غسان مطر قال له اعمل ايه؟ قال له اعمل الصح. اللي هو ايه؟ معرفش، اعمل الصح. فانا هو بقول لك امشي. امشي فين؟ معرفش، امشي. طب هوصل لفين؟ امشي. وتأكد انك طول ما انت بتعمل اللي عليك وطول ما انت مراعي ربنا في جميع جوانب حياتك، وبالذات الجانب الديني والروحاني، وبتعمل اللي عليك، ربنا هيكرمك وهيوصلك لكل اللي بتتمناه. حتى لو شايف انك ماشي في طريق مستحيل يوصلك للمكان اللي انت عايزه، اطمن، ربنا هيخلق لك اختصار يخليك تمشي فيه غصب عنك ويوصلك للطريق اللي انت عايزه ويوصلك لحلمك. فاطمن وخليك متفائل. ربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. والله ظنيت خير وحسيت ان ربنا هيكرمك يبقى هيكرمك. بقيت متشائم وحاسس ان هي الحياه معك اساسا وهتفضل كده ومش هتوصل لحاجه، يبقى خلاص يا حبيبي هتفضل كده ومش هتوصل لحاجه. فلازم تتفائل، لازم يكون عندك ثقه ويقين في ربنا سبحانه وتعالى انه هيوصلك لكل اللي انت عايزه. لان ربنا مش جايبك الدنيا دي يعذبك، ربنا جايبك الدنيا دي خلقك بني ادم، مكرمك على جميع المخلوقات. ربنا بيرزقك. ما تقولش ان انا مش معايا فلوس يبقى ما بيرزقنيش، لا، انت بتاخد رزقك كل يوم. كل يوم الارزاق بتتوزع على الناس، اللي بياخد صحه واللي بياخد فلوس واللي بياخد حب الناس واللي بياخد وجوده في وسط اهله. بص، حاجات كتير قوي وجوانب كتير قوي في الرزق لا تعد ولا تحصى، ومن ضمنها الرزق اللي هو بيمنع عنك حاجه وحشه. ده الحاجه اللي احنا اصلا ما بتجيش في بالنا. يعني اللي هو ممكن تقعد كده، طيب انت بتقول لما بياخدش فلوس بياخد صحه، طب انا يا عم تعبان وفقير، خدت ايه؟ اقول لك خدت ايه؟ ربنا ساعات بيشيل عنك، بيبقى من ضمن رزقك ان يشيل عنك مصايب سودة كانت هتنهيك. وطبعا عشان انت المصايب دي ما بتوصلكش فبتحس ان مفيش حاجه حصلت، لكن لو ربنا ساب المصايب دي عليك انت مش هتعيش، صدقني هتبقى عايش في جحيم. فاحمد ربنا على كل حال، واسعى زي ما قلت لك، امشي ما تقفش، امشي في الحياه، اتعلم حاجات جديده، اشتغل، اعمل اللي عليك وسيب الباقي على الله. لان اوقات بتفضل تشتغل ومش شايف نتيجه، تفضل شغال على مشروع معين مثلا ومش شايف اي نتيجه، بس فجاه كده هوب تلاقيك نجحت، تلاقيك عديت وصلت اللي انت عايزه. لا، طب انا وصلت امتى؟ والله ما اعرفش بقى، دي تدابير ربنا. الحمد لله على كل حال، ربنا يحقق لنا احلامنا كلنا، ربنا يرحمنا برحمته، واهم حاجه يخرجنا من الدنيا دي على خير. لانك صدقني لو حققت حلمك ما حققتش حلمك، عشت تعبان، عشت جعان، عشت غني، عشت فقير، كله رايح. حياة ملهاش أي لازمة، بس أدينا بنعمل اللي علينا. بإذن الله نوصل للجنة، وده الهدف الأساسي وده حلم الناس كلها، ودي الرؤية الوحيدة اللي كل المسلمين شايفينها. الحمد لله إن إحنا في الآخر هنوصل للجنة، بس نعمل اللي علينا ونتقي الله في خلق الله. يعني نتقي الله في خلق الله اللي إحنا منهم، يعني نتقي الله في نفسنا وفي خلق الله. سلام.